السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من أكتر العصافير اللي بتستحمل درجة الحرارة العالية في الأيام الشديدة الحرارة اللي احنا فيها ديت هما نوعين من العصافير أو 3 أنواع من العصافير: الكوكتيل والروز والبادجي. طبعا كلنا عارفين ربنا سبحانه وتعالى لما خلق العصافير ما عندهاش غدد عرقية، يعني ما بتعرقش. فطبعا العصفور ده لو كان بيعرق وهو طاير هيتبل ميه هيقع في الارض، فتبقى نعمه من عند ربنا ان ما عندهمش غدد عرقيه. يعني ما بيقدروش ان هم يعرقوا ويطلعوا الزياده اللي جواهم. ولكن هنا طبعا العصفور علشان خاطر بيتغلب على الحراره، بتبص تلاقي انه بيفتح بقه فتحه بسيطه كده وبيطلع في لسانه من شده الحراره اللي احنا فيها. فيجب عليك هنا ان انت تاخد بالك كويس قوي من الحرارة الشديدة. ازاي بقى؟ يعني لو انت حاططهم في غرفة حاول انك انت تحط لهم مروحة. طيب كمان لازم ان انت تضلل عليهم. لو انت حاططهم في بلكونة تحط لهم كرتونة من فوق كده تضلل عليهم. انا عامل كده عندي مضلل عليهم بكرتونة بحيث ان يبقى نازل عليهم الظل مش نازل عليهم الشمس. كمان باجي في فترة الظهرية، فترة شديدة الحرارة، الفترة اللي بيكون فيها الحرارة شديدة جدا، باجيب البخاخة وارش عليهم كام بخة كده. فطبعا دوت بيعمل لهم انتعاش شوية في موضوع الحرارة اللي احنا فيها. طيب بالنسبة للبيض، لو قاموا من على البيض ما تقلقش، يعني لأن درجة الحرارة هي عالية أصلا، فهي بتقوم من على البيض ممكن ساعة، ساعة إلا ربع، وبعدين ترجع ترقد تاني، وبعدين تقوم تاني، وتلاقي في فترة الليل بقى بتدخل إن هي ترقد طول الليل عادي خالص. انت هنا بقى يجب عليك انك بتعمل ايه، انك تنوع لهم في الاكل. يعني مش لازم ان يكون قدامهم الحبوب البلقم والفلارس بس، لا لازم تنوع لهم في الاكل اللي بتحطه لهم. يعني لازم نحط بيض، وده مهم جدا ليهم. بس اهم حاجه لما تيجي تحط البيض ما تحطوش الصبح على الريق عشان ما يجيلهمش اسهال. بعد ما يفطروا الفطار بتاعهم اللي هو الحبوب اللي بيفطروها دي الصبح، تمام، البركم والفلارس، تبدا تحط لهم البيض. انا بحط البيض امتى؟ يا اما الصبح يا اما قبل المغرب. لكن في فترة الظهر الحرارة الشديدة أحط لهم بيض مش هياكلوه، هينزلوا وتبص تلاقي ده هيديهم طاقة، يعني طاقة جامدة جدا. فهينزلوا على الطاجن هيبصوا في البيض بس كده بصة وهيروحوا قايمين، مش هيقعدوا، مش هياكلوا كويس. لكن انت عايزهم ياكلوا كويس جدا بعد ما الدنيا تضطر بقى خلاص كده وقت المغربية، قبل ما المغرب ما يقدم بشوية كده تحط لهم البيضة تلاقي بياكلوا زي ما حضراتكم شايفين كده. أنا حاطط لهم دلوقتي واقف قبل المغربية وبحط لهم البيض وبياكلوا الحمد لله. هل البيض ده مهم جدا ليهم؟ ده مهم جدا جدا للذكر ومهم جدا للنتاية. ليه؟ لأن بيخلي الذكر بيخص بالنتاية، لأن بيبقى طبعا فيه بروتينات. كذلك مهم للنتاية علشان خاطر بيمدها بالكالسيوم عشان خاطر البيض. ما هو البيض ده عشان خاطر النتاية تبيضه لازم بتبقى محتاجة لإيه؟ للكالسيوم، والكالسيوم ده موجود فين؟ في البيض. كمان بديهم إيه؟ غير بجانب البركم والفلارس والحبوب، بديهم القمح المنقوع. بجيب القمح وانقعه من بالليل للصبح، وهوري حضراتكم دلوقتي ازاي انا بنقعه، وبعد كده بسيبه من بالليل للصبح وبعدين اقدمه لهم. طبعا لما بقدم القمح المنقوع للعصافير ده بيبقى وجبة جميلة جدا ليهم. كمان بقى بالذات لما بكون كده يعني ايه، بقدمه لهم في وقت الظهرية في الحر، ده بيبقى كويس جدا ليهم، بيرطب عليهم، بيرطب. تمام. غير كده كمان الجرجير، اي خضروات عندك تقدمها لهم ده برضه بترطب عليهم. زي ما انت كده في الحر بتبقى محتاج انك تاكل فاكهة وفاكهة ساقعة، نفس الكلام هو الكوكتيل والعصافير بتقدم لهم مرطبات ليهم زي القمح المنقوع. تمام. ولو ساقع شوية خفيفة، مش يكونش ساقع أوي متلج، يبقى حلو قوي. كمان بديهم الجرجير، تمام، حتة بطاطا، حتة كوسة، حتة جزراية. بقدمه لمين؟ للكوكتيل وللروز، لأن الكوكتيل والروز يعني في أكلهم بياكلوا زي بعض بالظبط. تمام. كمان ما فيش مانع انك تديلهم حتة تفاحة صغيرة، بياكلوا التفاح. الحاجات ديت بتبقى ضرورية جدا في درجة الحرارة الشديدة العالية علشان خاطر تحافظ على عصفورك. بشكركم جدا، بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.